السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اللي غادي نشارك معكم مسمن معمر في الفران بحشوه اقتصاديه. غادي نحتاجو فيه البصله مقطعه رقيقه، درت الزيت على النار اللي كتكون متوسطه، درت عليها الفلفله مقطعه، درت الملحه، خليتهم حتى يتشحروا. من بعد غادي نزيد الصدر نتاع الدجاج، الصدر نتاع الدجاج قطعته بحال هكا طريفات صغار. زدت الشامبينيون حتى هو قطعته. يمكن لكم تضيفوا حتى الزيتون خضر مقطع. صافي هنايا درت القزبر، انا كان عندي مجمد. درت التوابل، درت سكينجبير والخرقوم وفلفل احمر. المهم بالنسبه لهاد الحشوه ما غاديش نضيف ليها الماء، غادي نخليها تطيب على خاطرها. حاولوا تنقصوا عليها النار. فاش كطيب زدت ليها الشعريه الصينيه قطعتها، وزدت في الاخير الفرماج محكوك. صافي هنا بالنسبه للعجينه انا ما صورتهاش لكم، حيت درت العجينه العاديه ديال المسمن. يعني راه اي وحده كتعرف دير العجينه نتاع المسمن. ما بغيتش يعني نصورها لكم باش ما يجيش لكم الفيديو طويل ويجي لكم ممل. صافي سرحتها بهاد الطريقه، يعني بالزيت، ودرت ليها الزبده مذوبه. العجينه غادي تلقاو المقادير ديالها اسفل الفيديو. درت فيها غير الفارينه، ودرت فيها الدقيق الفينو، الملحه والماء. صافي وجمعتها، درتها في بلاستيك الغذائي، خليتها ليله كامله. المهم انا راه ما كنعجنهاش. صافي في الصباح كنشكلها كويرات. هنايا كما كتلاحظوا درت يعني نفس الطريقه اللي كنديروا المسمن. صافي سرحتها بحال هكا شكل مربع، ودرت فيها الحشوه. كنجمع الجوانب بهذه الطريقه. غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوها مزيان. صافي كديروا الحشوه بحال هكا في الوسط. الحشوه ضروري ما تكون بارده. صافي كنجمع بحال هكا. الطريقه راها واضحه في الفيديو. حطيتهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران. صافي دهنتهم بصفر نتاع البيض مع شويه نتاع الخل. بالنسبه للفران انا راني سخنته من قبل، يعني ضروري الفران ما تسخنوه. وبالنسبه لدرجه الحراره كتكون درجه الحراره متوسطه. صافي كندخلهم يطيبوا، كنخليهم حتى كيتحمروا. من بعد فاش خرجتهم من الفران زينتهم بالفرماج وشويه ديال القزبر مقطع بحال هكا رقيق. غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جاو من الداخل. كيجيو مقرمشين، والعجينه راه كتجي رقيقه، يعني راه ما كيجوش معجنين من الداخل. نتمنى تجربوه من الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه.